احنا دلوقتي في رحله بيرد واتشنج في واحد من اهم المناطق للطيور على مستوى العالم. أنا عمري ما شفت النيل بالشكل ده قبل كده. مركب صغيرة ماشية بهدوء، أماكن ضيقة بين الجزر، فيها طيور أول مرة أشوفها في حياتي. طيور أوروبا وشمال أفريقيا. الكتاب ده هو الجايد اللي احنا بنشتغل منه، بيضم أغلب أو كل السبيشيز اللي تم رصدها. وكل صوت حواليك هو صوت الطبيعة. فوزية كمال تقادم، مؤسس مشروع أسوان نيتشر، أول شركة سياحية متخصصة في سياحة مشاهدة الطيور في مصر. كل حد فينا هياخد منظار، اتفضل، وهنبتدي نشرح احنا بنستخدمه ازاي. هنا هشوف صورة وهنا هشوف صورة، ابتدي احرك عشان في الاخر الناتج الواحد في الاخر يطلع لي صورة واحدة بس. استمتعوا بقى. أسوان نيتشر خلونا نشوف النيل بعيون مختلفة، كأنه لوحة حقيقية وبتتنفس. دي أول طائر انتوا شفتوه اللي كان فرخة المية، ممنوع الصيد بأي شكل من الأشكال. أنا هشوف، غيري هيجي يشوف، مليون واحد هيجي يشوف. والأهم من ده كله إن إحنا بنحاول نوعي بأهمية الهابيتات بتاعت الطيور دي عشان إحنا نحافظ عليها. يا جماعة أنا أساساً كنت خجولة جدا، مش سهلة علي أنا كبنت، اشتغلتش في مجال السياحة قبل كده، بس الخلفية العلمية بتاعتي قوية جدا يعني الحمد لله. إحنا كمان بنعمل انفيرومنتال كامبينج للأطفال وحتى للكبار عشان نخليهم ريليتد أكتر بالنيتشر والكونزرفيشن، وازاي إن هم يحافظوا على الموارد الطبيعية اللي موجودة حوالينا. عندنا صفحة على فيسبوك اسمها أسوان نيتشر. أتمنى إن كل الناس تيجي تشوف الطيور هنا في أسوان، تستمتعوا جدا 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 بالطبيعة وبالهابيتات، وكمان بأنواع الطيور اللي هتشوفوها، والشرح طبعا اللي هقدمه.